مساء الخير على كل محب السكس فوتبول والاجلي فوتبول، خصوصا جماهير الكالتشيو اللي هنتكلم النهارده عن سكواد اليوفنتوس. والحلقه دي مهمه جدا جدا علشان الحلقه اللي هتنزل قبل ديربي ايطاليا. استنوها، فيها حاجات مهمه كتير. وبرضه هنتكلم عن الاستخدامات والنواقص في تشكيل يوفنتوس وشكل الفريق في اول ماتشين والبري سيزون، وتوقعاتنا لموسم يوفنتوس، هل هيبقى كارثي ولا اخيرا اليوفي هيرجع تاني لمنصات التتويج. ويلا بينا نبدا. قائمة اليوفنتوس يا عزيزي الموسم ده فيها كمية علامات استفهام محتاجك تفاصيل. حضر قهوتك ويلا بينا نمخمخ. ايه ده يا معلم؟ نرسم الشكل اللي بيلعب بيه جوردودور اللي هو 3-4-3، ونوظف اللاعبين في التشكيل. هتقول لي ايه المنظر ده؟ شكله غريب فعلا، بس هنا هنتكلم على التكتيك على ارض الواقع. زي ما انت شايف في الدفاع كده هتلاقيه مراحل لجهة الشمال عشان الباك هنا بيطير عكس الجنب اليمين. هنشرح كل ده بس ما تستعجلش. اول غرابة التشكيل خط الهجوم، في 3 رؤوس حرب ولكن في جناح واحد بس. خد معاك كده فلافيتش اللي كان عندنا وجبنا عليه جوناثان ديفيد، وقلت بس كده كبرت هنقف هنا، وخصوصا بعد فشل صفقة كولومواني اللي طار على توتنهام بعد ما كان مقطع شرايينه على اليوفي. ورغم 2 رؤوس الحربة من العيار التقيل قوي، لكن تلاقي في اخر لحظات جابوا اوبندا ينضم للكتيبة اللي هيبقى فيها حرب على مين يكون اساسي. وخصوصا ان اليوفي في البري سيزون واول ماتشين وحتى في كاس العالم للانديه ما لعبش غير براس حربه وحيد، سواء في خطه 3-4-3 او 5-4-1 لما بيأمن دفاعين وبيلعب دروب باك، او 4-2-3-1 اللي مجربهاش غير قصاد دورتموند واحنا كسبانين 2-0. ما اعتقدش هيعتمد عليها. من حيث الوينجرات فدي فيها نقص كبير بالنسبه لي. وينجر يمين كونسيساو اللي ملوش بديل، رغم ان زاجاروفا اللي جاي جديد مفروض هيبدل معاه، ولكن ده مش مركزه الاساسي لانه بيلعب اكتر كخط وسط يمين. الوينج الشمال ما عندوش غير يلدز، بس ملوش بديل غير كوستيتش اللي اقل بكتير قوي من يبقى موجود اصلا في اليوفي، واللي غالبا هيتوظف باك شمال زي ما كان أليجري وموتا وظفوه، او اوبندا بقى في حاله الاضطرار يعني. على عكس بقى اليمه التانية من الملعب، وضع حراسه المرمى مستقر، يعني هتلاقي دي جريجوري واخد مكانه بكل اريحيه، ورغم اصابه برين اللي انه يعتبر افضل حارس بديل في الدوري الايطالي فهيفيدك لحد اخر الموسم. مع وجود بونسوليو كحارس تالت فالوضع مقبول. خط الدفاع عندك حته باك شمال اندر ريتد جدا بجد. ايه ده يا اخي؟ طبعا اندريا كامبياس اللي ولا اداء وشخصيه وجرينتا. يا اخي لفيت وشي في الماتش بعد الكوبايه ببص تاني لقيته اتطرد. انا عارف ان ده تخلف، بس هي دي اللعبه الطليان وحلاوه الحمقى بتاعته. المهم بديله كابال اللي لسه راجع من الصليبي ومحدش عارف مستواه بقى عامل ازاي، وزي ما قلنا كوستيتش برضه ممكن يسد لو اتزنقنا. في الباك اليمين بقى عندك خواو ماريو اللي لسه جاي من بورتو واللي ملوش بديل اصلا غير كالولو اللي اصلا قلب دفاع، وده يخليك تعاني هجوميا قصاد الفرقه المتكتله ورا في حاله اصابه خواو ماريو، واللي معدل اصاباته مش قليل خالص. بس وضع قلوب الدفاع افضل بكتير، لان زي ما احنا شايفين كده عندك بريمر واللي هو قطعه يتبني عليها الفرقه كلها، رغم ان لسه مرجعش لكامل لياقته بس بيمتع عيني بطريقه دفاعه يا اخي. وده يحطك في مشكله زي السيزون اللي فات، لانه لما اتصاب موتا ملقاش حد يقدر يقوم بادواره كلاعب اوسط في الثلاثي الدفاعي، والوحيد اللي ممكن يعوضه هو جاتي اللي بيلعب على اليمين وبيبدل معاه في المركز كالولو. قلب الدفاع الشمال في لويد كيلي اللي بيلعبها برضو كبال، وعندك روجاني وروحي برضو ايه ممكن يسد مكان اي حد من اللي هيتصابوا في نص الموسم او في ماتشات الكاس. وبرضه عندك الوضع كويس جدا في نص الملعب اللي هنستفيد فيه شويه قدام. عندك خيفران ترام، لوكاتيلي، كوب ماينرز، روش ماكيني، والجوهره اللي هنكتشفها مع بعض الموسم ده فابيو ماريتي. خلصنا كده السكواد، تعالى بقى نقيم الموسم من انتقالات اليوفي واللي شايفه معقول جدا وممكن يبقى ممتاز، رغم ان كومولي ده مقلقني وما اخبيش عليك يا صديقي، رغم الاكشن اللي عمله مع تولوس وانه حطها على الخريطه الكرويه في فرنسا. بس معلش اليوفنتوس اكبر من الكره الفرنسيه كلها على بعضها. لما جيت عملت سيرش عنه وشفت تجربته مع فريق كبير زي ليفربول بصراحه قلقت جدا، بس عشان نبقى فير هو شاطر جدا بانه طلع لعيبه ما كناش عاوزينهم وجم اليوفي في صفقات دعائيه جدا زي توموسيويا اللي جه بس عشان لاعب امريكي ونبيع تيشيرتات اكتر في امريكا، ودوجلاس لويز رغم انه لاعب ليه امكانيات كويسه وجدا كمان، بس اداره يوفنتوس جايبينه مع صاحبته ليشا ليمان وجو ناس جايه تعمل ريتش مش كوره خالص، واللي يلا هوب الجمعه عندكم فركشوا ولا طولت التطور كروي ولا طولت ريتش. 100 مرة قلنا بلاش نجاسة في محل أكل العيش، بس مين بيسمع بقى؟ اليوفي أنهى موسم انتقالاته بإنهم تموا صفقات شراء لعيبة كانت جاية إعارة زي النملة الذرية كونسيساو ودي جريجوريو ولويد كيلي وبيير كالولو، وجه في صفقة انتقال حر جوناثان ديفيد، وفي آخر لحظات أعلنوا عن أوبندا وزيجروفا. في إجمالي موسم الانتقالات اللي كان ناقصه بس تخلص ريناتو فيجا وتدعم في الوينجات أفضل من كده بحبة بسيطة، بس ياخد 8 من 10.
يلا بينا نتكلم عن تكتيكات ايجور تودور. هل فاكر يا عزيزي اليوفنتيني اني قلت لك ان عندنا 3 رؤوس حربة من عيار تقيل؟ وده اللي بيفكرني بانتر ميلان انزاجي اللي كان بيعبي رؤوس حربة، واللي بيخليني مايل اننا في نص الموسم هنلعب كتير بخطة 3-5-2. ويرجع بقى يلدز لدور صانع اللعب، او يرجع جونسون ديفيد لبداياته لما كان بيلعب كام. هنشوف ده، بس خلينا نتكلم في الواقع اللي بيلعب بيه تدور، وهو الشكل 3-4-3 اللي بيبقى فيه ثلاثي قلب الدفاع واخد خط مستقيم، والباك اليمين عنده تحفظ من تقدم عشان يحافظ على المساحات اللي ورا كونسيساو، على العكس اليمة التانية الاندريا كامبياس وبيزيد لحد الطرف ال 18 وبيضم لجوه يلدز، وبيبقى مهاجم تاني من بره المنطقة. ارتكازين النص الملعب بيدخلوا يعملوا ضغط بيمنع لعيبة الخصم من عمل المرتدات. يبدأ قلوب الدفاع هم بعمل تدوير الكرة بين طرفين الملعب. المنظر اللي حكيته لك ده هتشوفه معظم الماتش، وخصوصا قصاد الفرق اللي هتتزايد الترتيب الجدول وهتبقى متكتلة ورا وبتلعب على المرتدات. ده عامل ثبات دفاعي مكدبش عليك، ولكن الشق الهجومي محتاج جمل من المدرب عشان تفك بيها التكتلات الدفاعية اللي هتقابلك. وده لان تدور بيلعب بتحفظ شديد في سرعة بناء الهجمة. يمكن المرة الوحيدة اللي اتلعبت فيها كورة سريعة راح بيها فلاوفيتش بالجون التاني في بره، بس ده ما يمنعش ان كان في افكار وجمل اتعملت رغم انها ما جابتش نتائج. زي لما وقف الثلاثي في طرف واحد من الملعب وهم معاهم الكورة، ومرة واحدة الاتنين معاهمش الكورة طلعوا ينطلقوا في المساحات، اللي اربكت الجبهة الدفاعية لجنوا واللي خلت يلدز يقتحم المساحة وكان على وشك انه يشوط. وظهرت في اكتر من مناسبة، واللي يقول انها جملة محفوظة رغم اني شايف فيها سذاجة، بس احيانا الخطط الساذجة بتعمل نتائج. ما هو مش لازم العب تيكي تاكا وانا بلاعب فريق منتصف جدول او بينافس على الهبوط. وبرضه في اوقات التكتل الشديد لدفاع برما كان جاتي بيدخل المنطقه عشان طوله وبيلعب مهاجم تاني، واللي كان هيسجل بسببها في ماتش بربا وماتش جنوا برضه. في ماتش جنوا كان من بره المنطقه بس برضه. هل ده بقى الاسلوب الوحيد المتوقع للعبة تدور؟ اكيد لا، واللي هنشوفه ماتش بماتش خلال المنافسه على السكوديت الموسم ده. وزي ما قلنا برضه هو لعب بتكتيك 5-4-1، واللي بيأمن بيه بعد التقدم في اخر دقائق في الماتش، وفي وضع ده بينزل بباكات عندها سرعه ولمسات فارقه بتعرف تعمل تحولات سريعه، بس عندها التزام دفاعي زي كوستيتش وخواو ماريو اللي عمل الكي باس في ماتش بارما، اللي اخترق خطين من خطوط بارما لحد فلاوفيتش اللي عمل الوان تو مع يلدز وجاب الجون التاني. وفي الاسلوب ده بيلعب باربعه خط وسط مفيش منهم اجنحه، واللي بياخدوا طرفين الملعب بيبقى هدفهم الاستحواذ على الكوره. وده على عكس اللي بيبقوا في وسط الملعب اللي بيبقى ليهم طابع هجومي زي كوماينرز وويستن ماكيني وفابيو ميريتي، اللي عندهم القدره ان هم يبقوا كام ويشغلوا المساحه اللي ورا راس الحربه، واللي غالبا بيبقى فلاوفيتش في الوقت ده علشان يخلص من نص فرصه لو وجدت. اللي لحد دلوقتي مسجل جولين في ماتشين في الدقايق معدوده في اخر الماتش. وفي برضه تكتيك 4-2-3-1 اللي شفناه في ماتشات قليله في كاس العالم للانديه ودقايق بسيطه من ماتش دورتموند في البري سيزون، واللي ما اعتقدش هنشوفها خالص الموسم ده. وفي الخطه دي كان بيأدي فيها لوكاتيلي دور كبير جدا، لانه كان بيلعب كاليبر متقدم واحيانا بينزل يستلم من بين قلوب الدفاع عشان يعملوا عمليه البيلد اب من تحت. فيا عزيزي عاشق السيده العجوز، كلمتين من القلب للقلب، انت قصاد تجربه في بدايات لمشروع بيحصل، ومش هضحك عليك، احتمال المشروع ده ينجح بالصدفه. برضو مش هلومك لو اتجلطت في نص الموسم، فانت اكتر واحد داق مرار المشاريع الفاشله. بعد خسارة مرتين نهائي شامبيونز في عصر الماسيميليانو أليجري بالكورتموزو بتاعته، والله لا يعودها ايام. ومشروع انيلي مع كريستيانو رونالدو، وجي عليه كورونا دمرته ودمرت هيمنة اليوفي معاه. ومشروع ساري ومشروع أليجري بارت 2 ومشروع تياجو موتا وفروع اخرى. تياجو نقطة، بس هنقول ايه، فورزا يوفي كبير ايطاليا. قبل ما ننهي عشق السيدة العجوز، حبة توقعات للموسم بقى. في صراع السكوديتو هيفضل منافس على اللقب لحد الأمتار الأخيرة، وهيضمن مقعد مبكر في الشامبيونز ليج. هيحصد لقب كأس إيطاليا اللي غاب عن خزينته الموسم اللي فات بعد خروج غريب من أودينيزي، واللي حط المسمار الأخير في نعش تياجو نقطة مع اليوفي. في التشامبيونز هيوصل للكوارتر فاينل بعد ما هيصعد من التوب 8 في مفاجأة غير متوقعة. بس قبل ما ننهي في كلمتين لازم يتقالوا الإيجور الدور الأول. يا ابن الناس، انت راجل جراند وايقونه من ايقونات دفاع اليوفي، واحلى حاجه في مشروعك لحد دلوقتي انك مش عايز تبقى بطل القصه، وبتنجح عشان انت بتعمل السهل. بس وقت ما تحب تبقى بطل القصه كل اللي بتحاول تعمله هيروح وهتروح معاه. بس لحد هنا هنخلص النهارده، نشوفكم في حلقه جديده مع كالتشو محلي مع سكواد جديد وفرقه جديده، غير حلقات المتابعه للماتشات في الدوريات الثلاثه الكبرى. ومعلش هنتعبكم في الاول معانا في المواعيد لحد ما نمشي مع الموسم. وشكرا لانك لسه معانا لحد هنا، ويا ريت لايك وشير وسبسكرايب، ويلا سلام.